هاي، ازيكم يا بنات؟ النهارده فيديو مهم جدا عن بورتو سعيد، عشان ان شاء الله هنرد فيه على اسئله واستفسارات كتيره جدا بتبقى في ذهن كل واحده وهي رايحه. لان انا من بورسعيد فببقى في جروبس كتيره، البنات بيفضلوا يسالوا على حاجات كتيره وهم رايحين، فحبيت اعمل لكم الفيديو ده يفيدكم ويجاوب على الاستفسارات، وان شاء الله نلم كل الاسئله. ولو نسيت اي حاجه اكتبوا لي كومنت بالسؤال اللي انتوا عايزينه وانا ان شاء الله اجاوب عليه. طبعا احنا في اثناء الفيديو هبدا اشرح لكم ايه الاستفسارات اللي بشوفها واجوبتها، بس في النص ممكن نقطع كده ونتكلم عن حاجه مثلا في الفيديو عايزه اشرحها ونرجع تاني لبقيه الاستفسارات. ده اولا مدخل بورتو سعيد اليافطاهي، وهندخل دلوقتي نعمل تشيك ان ونلبس الاساور. طيب بالنسبه اولا لايجار الشقه او الشاليه، الإيجار بيختلف من مالك لمالك، يعني كل واحد صاحب شقة بيبقى على حسب رؤيته. أولا هو مثلا عايز في الإيجار مفيش حاجة ستاندر أو سعر ثابت، يعني بيبقى من واحد لواحد بيختلف. كمان بيختلف بالنسبة للمساحة، لأن الشقق جوه المساحات متفاوتة، مش مساحة واحدة، في استوديو في حاجة يعني أكبر شوية وفي حاجة كبيرة. المساحة برضو بيختلف عليها السعر. بالنسبة للدخول طبعا بيبقى في عدد معين من الأفراد أو الأشخاص في كل شاليه. كل شاليه على حسب مساحته بيبقى ليه عدد، الشاليات الكبيرة بيبقى ليه عدد أكبر شوية. الشقة اللي احنا كنا أخدينها كان الدخول فيها 4 أفراد بس بدون أطفال، مش بيحسبوا الأطفال، حتى مش بيلبسوا أساور. الكبار هما اللي بيلبسوا الأساور وبيحسبوهم حتى بالأب والأم، يعني لو أب وأم وأطفال فالأب وأم حتى لو هما اللي مأجرين برضو بيتعدوا من ضمن الأفراد مش من غيرهم. لو انتوا رايحين مأجرين وعايزين تاخدوا ناس معاكم ما تنسوش تحسبوا الأب والأم مع الاشخاص. احنا كان الشقه هنا اخده 4 اشخاص بس، بيا انا وجوزي. كان مسموح لنا شخصين بس معانا، فطبعا زي ما قلنا من غير الاطفال. فلو انتوا اضطريتوا تجيبوا اشخاص اكتر، كان الاول كنت سامعه ان بيدفع عليها 200 جنيه الشخص الواحد، وبعد كده سمعت ان بقى 100، فمش متاكده من السعر بالظبط. ده اولا العماره. ده هنا الممر اللي جوه العمارة، هو هناك نظام بلوكات كده بالطول، كل كام عمارة الممر من جوه موصل على بعض، يعني ممكن تدخلي طالما جوه البلوك بتاعك او الممر بتاع العماير تدخلي اي عمارة وتمشي جوه يوصلك لعمارتك. ده المطبخ بيبقى مجهز بحاجات كتيرة. الشقة اللي رحتها يعني كان فيها ما شاء الله حاجات كتيرة جدا، حتى الصابون السائل والمعطر والكتل والفرن والتلاجة، يعني مفيش حاجة كانت ناقصة، والغسالة كمان زي ما انتم شايفين. والشقة كانت حلوة ونظيفة جدا. في ناس كانت بتسأل في ميكروويف ولا لا في الشقق. طبعا تختلف من شقة لشقة، احنا الشقة اللي كنا فيها ما كانش فيها ميكروويف. بالنسبة للواي فاي، عشان شفت في بنات بتسأل في واي فاي ولا لا عشان الأطفال، لا مش كل الشقق بيبقى فيها واي فاي، يعني بعض الشقق بتبقى كده وبعض لا، لأن زي ما قلت ده بيرجع للمالك بتاع الشقة. فاحنا مثلا ما كانش عندنا واي فاي. في طبعا تلفزيون، وزي ما قلنا تجهيز شقة لشقة يفرق. هي دي كانت أوضة واحدة فيها سريرين وفي تكييف اهو في الريسبشن، وكمان الكنبه اللي بره كانت بتتفرد سرير. ده بقى سريرين على جنب كده كانوا فوق بعض، فبرضو يعني نفعوا مع السريرين اللي في الأوضة، فكده بقى 4 سراير وكنبه بتتفرد ودولاب قدامها. زي ما قلنا النظافة كانت ممتازة، والحمام كمان هنشوفه دلوقتي كان حلو جدا. دول السريرين التانيين اللي قلت لكم عليهم، يبقى كده دول 2، والاتنين اللي فوق بعض والكنبة، فيكفي تقريبا 6 أشخاص. وبالنسبة لبقية الاستفسارات، ده الأول الفيو والبلكونة والبسين تحت، في تقريبا 16 حمام سباحة في القرية، ودي كانت حاجة حلوة ان مفيش كثافة في حمام سباحة واحد، فدي حاجة عجبتني، لان لما بيبقى العدد البسين قليل فبتلاقي ضغط في مكان، فبيبقى مش لطيفة ومحدش بيعرف يستمتع يعني. انما علشان كان عدد كبير، تقريبا كان كل يعني عمارة تحتها بسين زي ما انتم شايفين كده او 2، كانت الناس متوزعة في بسين كبير واحد، ده في مكان لوحده، ده اكبر حاجة، ده أطفال، وده عادي اللي احنا بننزله. في بقى المجمع الكبير ده في واحد كده في جزء في القرية، وفي كان ألعاب مائية، بس كانت لما احنا رحنا كانت مقفولة، ما كانتش شغالة الفترة دي، ما اعرفش يمكن شغلوها بعد كده، بس الألعاب المائية لما انا رحت السيزون بتاع الصيف اللي رحت فيه كان كله مقفول.
ده كده الحمام. وتعالوا نرد على استفسار مهم جدا بشوفه كتير، وهو لو معاكي عدد افراد عن المسموح بيه هتدخليهم ازاي؟ يعني مثلا لو انت مسموح لك ب4 افراد ومعاكي اكتر منهم، الناس دي تدخل ازاي؟ زي ما قلت لكم اول طريقه اللي هو مفروض انكم بتدفعوا لهم تيكت. التيكت دي لما انا رحت كان الفرد الواحد الشخص ب 200 جنيه، وتقريبا في ناس دلوقتي بتقول نخلوها 100. الطريقة التانية يعني شفت ناس كتيرة بيرشحوها بس أنا ما جربتهاش. الأشخاص الزيادة وهم داخلين بيقولوا إن هم داخلين الكافيتيريا بتاعة بورتو سعيد، مش بيقولوا إن هم داخلين شاليه أو مش بيدخلوا معاكم. في الحالة دي بيعدوا من البوابة بتاعة بورتو سعيد بس ما بينزلوش البسين، لأن هم مش لابسين أساور، فممكن يقعدوا معاكم في الشقة عادي، إنما ما فيش بسين بالنسبة لكم. وفي هنا بقى معلومة مهمة جدا جدا عايزة أقولها لكم، تخلوا بالكم إن انتوا داخلين. طبعا زي ما قلنا الأفراد الكبار أو الأشخاص الكبار هم اللي بيلبسوا الأساور، فاوعي وانتي جوه تزهقي من الأسورة وتقلعيها تحت أي سبب من الأسباب أو تقصيها، يعني هي مش هتتشال إلا لما تتقص. فاوعي تعملي حاجة زي كده، لان بيبقى في مبلغ تأميني، المبلغ ده بتحطيه وانتي بتعملي التشيك ان، فلو الاسوره رميتيها دي بتبقى مشكله جدا ان انتي تاخدي المبلغ ده. فعشان كده لازم تفضلي محتفظه بالاساور دي عشان وانتي بتعملي تشيك اوت تعرفي تستردي المبلغ بتاع التأمين ده. طيب في ناس هتقول طب انا اقصها وعينها وانا خارجه اديها لهم، تمام، بس ساعتها لما تيجي تنزلي البسين مش هينفع طبعا، لان مش هيلاقي الاسوره في ايدك، هتحصل مشكله وهيطلعك من البسين، مش هينفع تكملي. فالافضل تفضلي لابسه الاسوره انتي والاشخاص اللي معاكي لغايه ميعاد المغادره. ده كده القريه من تحت. المكان بتاع الشاطئ عجبني قوي، عاملينه زي تلال كده وبنجيله صناعيه، فكانت حلوه جدا. وبعد كده في رمل وبحر. ودي كده باقي القرية، ده الجزء المطل على البحر من القرية. وده مكان لو حد حابب يعمل أي مناسبة، فرح، خطوبة، المكان ده مجهز هناك وجنبه دي جي، وزي ما انتم شايفين الديكوريشن المحطوط. وده كده مكان صغير لكيدز اريا لو عايزة تسيبي طفلك فيه فترة. وده فندق بورتو سعيد، ده الجزء المطل منه على البحر. وطبعا الصف ده كله بيبقى كله كافيهات لو حابة تقعدي في أي مكان. وهنشوف دلوقتي البحر، وبيبقى ليك عدد كراسي زي العدد المسموح لك في الشقة. فاحنا مثلا كان مسموح لنا ب4 كراسي بنفس عدد الأشخاص اللي مسموح لنا في الشقة. الشاطئ كان تنظيمه كويس، بس المشكلة الوحيدة كمية القواقع اللي على الشاطئ كانت صعبة شوية، فدي تخلي بالكم منها عشان ما تجرحش رجليكم. طيب نكمل رد على استفسارين مهمين عايزه اشرحها لكم. اولا في بنوته لقيتها بتسال تاخد ايه معاها وهي رايحه. طبعا دي حاجه تعتمد عليكي، محدش هيقدر يفيدك في حاجه زي كده بناء على الحاجات اللي انت محتاجاها والاشخاص اللي معاكي. بس عموما الشقق زي ما قلت مجهزه حاجات كتيره وكويسه، يعني ممكن ما تحتاجيش تاخدي معاكي الا الاساسيات بتاعتك انت، انما اغلب الشقق فيها تقريبا صابون سائل ومعطر وحاجات هتفي بالغرض. طيب الحاجة التانية بقى والمهمة جدا، كان في ناس بتسأل على المواصلات. لو انتي مفيش معاكي عربية وعايزة تروحي بمواصلة، الأول ده كده القرية بالليل، دي المكان بتاع الألعاب المائية. زي ما قلت لكم كانت الصبح مقفولة، وطبعا بالليل أصلا البسين بيقفل. بالحق البسين بيشتغل من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 6 مساء، عشان كان في برضو ناس بتسأل على مواعيد البسين من 9 الصبح ل6 مساء. طيب بالنسبة بقى لموضوع المواصلات، طبعا يا إما عربية يا إما ممكن تركبي اندرايف. لو انت من بورسعيد اندرايف تقريبا بيبقى في حدود 100 جنيه، لو انت من بورفؤاد بيبقى تقريبا يمكن 120 130 في الرينج ده. طيب لو انت مش عايزة اندرايف وعايزة تاخدي مواصلة، انا ما جربتهاش بنفسي، بس شفت ناس كتيرة بتقول مكان بتركبي منه زي مواصلة بتروح مكان اسمه المنصرة. قريت ان هي بتبقى عند مسجد اسمه الكريم. المسجد ده عند مدرسة 6 اكتوبر الثانوية بنات، فتقدري تروحي من هناك وتاخدي مواصلة ب10 جنيه تنزلك قدام باب بورتو سعيد بالظبط. ده بقى مكان لقيت فيه الكام لعبة كده للأطفال جنب البسين اللي فيه الألعاب المائية، لأن ده مش منتشر في كل القرية، هي مكان كده واحد كان فيه كام لعبة للأطفال يلعبوا فيهم، ما كانوش كتار بس يفوا بالغرض. وطبعا لو الطفل عندك معاه سكيت أو بيحب بقى العجل، في مكان هناك تأجير عجل.
والبسين ده بقى البسين الكبير اللي كنت بقول لكم عليه في اول الفيديو، ده اكبر بسين في القريه، ده اللي بيبقى الصبح زحمه، بيبقى فيه ناس كتيره. انا ما حبيتش بصراحه اروح الصبح، حبيت اللي تحت الشقه بحيث ان العدد فيه قليل، فما بقاش قاعده قلقانه على ولادي في البسين ده. انا حبيت هنا اقعد بالليل في شезلونج كده واضاءه رقيقه، فحبيت المكان بالليل وكان هادي، فلو حابه تروحي تستجمي كده تقعدي هناك شويه. اعتقد ان احنا كده جاوبنا معظم الاستفسارات اللي بشوفها، واتمنى يكون الفيديو كان مفيد ليكم. ويا ريت ما تنسيش تعملي لايك على الفيديو، لان ده بيشجعني ان انا اعمل لكم دايما فيديوهات تهمكم وتفيدكم، فيا ريت ما تنسيش تعملي لايك. وطبعا لو انتي لسه ما نورتنيش على القناه يا ريت تشتركي، ولو في اي حاجه انا نسيتها اكتبوا لي بيها كومنت وان شاء الله ارد عليكم. اشوفكم على خير دايما يا رب، وباي باي.